ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في العظمة دي؟ حاجة كده قمرة جدا. الشيش طاووق المشوي طعمه تحفة جدا. بتمنى ان الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم، ويلا بينا بسرعة كده نشوف ايه هي المكونات بتاعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم بألف صحة وبألف خير، يعود علينا الأيام يا رب العالمين بالخير والبركة، ومحد يشوف في حد حاجة وحشة أبدا. يلا بينا كده نعمل مع بعض كده الشيش طاووق القمر دوت. هنعمله طبعا احنا غاسلينه ومنضفينه وكل حاجة. طبعا معانا الخضار بتاعنا بصل وفلفل وطماطم، ومعانا جزرايه كمان، ومعانا التوابل بتاعتنا كده وطماطمايه طبعا، ومعانا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر والزعتر والروزماري. ومعايا طبعا الخل والصويا صوص. الصويا صوص ده بيودي التتبيله بتاعتنا في حته تانية، هو والروزماري والزعتر. يلا بينا كده ننزل كده في الخلاط بتاعنا او الكبه. هننزل كده بالطماطمايه والبصل بتاعنا والجزر. هننزل بكل المكونات دي كده في الخلاط او الكبه ايا كان اللي هتستعمليه. هنضرب كده المكونات بتاعتنا ونرجع تاني مع بعض. هننزل معاهم كمان بالصويا صوص علشان طبعا الخلاط بتاعنا يضرب كده الحاجه. هننزل كده بالصويا صوص بمعلقه واحده، وهنقفل الصويا صوص كده ونبدا نضربهم في الخلاط او الكبه ايا كان اللي تفضليه ايه هو بقى براحتك. وطبعا الخل معاهم. انا حطيت الخل خلاص كده. هنبدا بقى نضربهم ونرجع تاني مع بعض. خليكم معايا للاخر عشان تشوفوا شكل التتبيله بتاعه الشيش طاووق بتاعنا. حاجه كده عظمه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه يا رب العالمين على قلبكم. ودلوقتي يا حبايبي هنبدا ننزل كده في الخلاط بتاعنا كده بالتوابل كمان. مش قادره اقول لكم بقى ريحتها بتبقى تحفه جدا. يلا نضرب كل الكلام ده مع بعض ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما عملناها كده وتبلناها وخلاص خلطنا كده الشيش بتاعنا بالتوابل، هنسيبهم كده ساعة او ساعتين في التلاجة ونرجع بقى عشان نشويهم بطريقة سهلة. لا انتي محتاجة شواية ولا محتاجة شواية على البوتاجاز ولا شواية كهرباء ولا اي حاجة. يلا بينا كده نركنها ونرجع تاني مع بعض نشوف هنشويها ازاي. دلوقتي يا حبايبي هننزل كده بقى. حطينا كده في اي طاسة عندك كده. هتحطي فيها شوية صغيرين من الزيت وهتبدأي تنزلي قطعة كده من الشيش بتاعك. وما بيشربش من الزيت ولا اي حاجة. طبعا دي بتاخدي لون وشكل تحفة بجد، بس اهم حاجة ان انت تبقي على النار الصغيرة خالص علشان خاطر ياخد معاكي اللون اللي انت عايزاه. هنسيبها كده تاخد شوية كده في الزيت وترجع تاني نشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. ودلوقتي يا حبايبي طبعا احنا شايفين اللون بقى اللي البان معانا واخداها كده طبعا تحفة جدا. اللون ده بقى هو اللي بيديها ريحة الشوي، هو اللي بيديها طعم الشوي بجد. حاجه كده عظمه بجد. لا انت محتاجه طاسه ولا الشوايه. انا عندي الشوايه هنا بتاعه البوتاجاز بتديها برضو نفس اللون ده بالظبط. فبقيت بصراحه بستسهل دي احسن. هنعملها مره على الشوايه ومره على الشوايه الكهرباء ومره على الشوايه التانية. قلنا كده نجربها معاكم كده على البان كده. طبعا كنا عاملينها قبل كده معاكم على قناتي التانية. اتمنى ان كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وتزوروني دايما على قناتي الجديده باذن الله تعالى، على قناتي حل الضغط. بتمنى كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. طبعا هي كده خلاص دخلت كده. احنا هنشوف طبعا شكلها. طبعا شكلها كده تحفه جدا على العزومات بقى. في العزومات على سفرتك بجد حاجه كده عظمه وحاجه سهله وسريعه. بتمنى ان الوصفه كلها تعجبك وتكون دايما يا رب عند حسن ظنكم يا رب العالمين كل الوصفات اللي بنقدمها. وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط. يا رب كل اللي فيها يكون ينال اعجابكم باذن الله تعالى. هنسيبها دلوقتي وبعد كده هنشوف طبق تقديمنا هيكون شكله ازاي. بتمنى كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين. ما تنسونيش ابدا من دعائكم كومنت ظريف عشان ده اللي بيرفع علينا الفيديو باذن الله تعالى. ودلوقتي يا حبايبي ده كده شكل طبقنا في الاخر. بتمنى تكون وصفتنا عجبتكم يا رب العالمين. بصوا كده معانا الشيش كده مستوي خالص اهو. حاجه كده عظمه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم يا رب العالمين وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وما تنسونيش ابدا من دعائكم كومنت ظريف عشان ده اللي هيرفع لنا الفيديو باذن الله. مش عايزه اقول لكم طعم التتبيله حكايه وعظمه. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها.
دلوقتي يا حبايبي خلصنا كده، معانا كده الشيش بتاعنا استوى وخلاص، استوى خالص كده. طبعا احنا شايفينه كده معانا مستوي خالص اهوت، دايب خالص كده معانا في الشوي، حاجه كده عظمه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وما تنسونيش ابدا من دعائكم يا رب على قناتي على اليوتيوب حل الضغط. بجد الشيش طعمه حكايه، طعم التتبيله بعد ما اتثابت فيه كده شويه ساعتين كده في التلاجة طعمها بتبقى عظمه، مع رز بقى مع مكرونه، اي حاجه تحبيها وتفضليها اعملي معاها. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم، وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط. بتمنى ان كل متابعيني اللي كانوا على قناتي الاولانيه يكونوا معايا على قناتي. بتمنى كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين، وما تنسونيش ابدا من دعائكم عشان ده اللي هيرفع علينا الفيديو باذن الله، وكومنت ظريف عشان ده برضو اللي هيرفع علينا الفيديو. ودلوقتي نقدر نقول واشوفكم باذن الله في وصفه جديده، وباي باي.